السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بكلامنا بآية قرآنية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فيها: لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. هنا يا جماعة دي ملخص خطابات الرئيس السيسي لنا، لأن احنا العوار طلع فينا. احنا العوار، الرئيس السيسي قال لنا احنا العوار طلع فينا. العوار في الشعب فيه عوار يا جماعة، وليس في الرئاسة ولا في الحكومة. واحنا طبعا ده رئيسنا، فلازم نسمع له، ولازم نفهم هو عايز ايه بالظبط وبيفكر ازاي بالظبط، علشان هو له منا الطاعة. بس زي ما هو له منا الطاعة، المفروض احنا لنا المشورة او الشورى. لان العدل يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى ميزنا عن باقي الامم بالشورى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدينا قدوة في الكلام ده. الرسول طبعا كان بينزل عليه الوحي من ربنا سبحانه وتعالى، فكانش محتاج اللي هو يشور حد، لكنه كان بيشور أصحابه أيام الغزوات وغيره من القضايا الإسلامية، ليعطي لنا درسا وأسوة وقدوة للملوك والحكام من بعده. فاحنا هنا بنحاول نحلل كلام رئيسنا رئيس السيسي علشان نفهم يعني ايه المطلوب مننا بالظبط احنا كشعب. الرئيس السيسي طلع قال ان هو اختيار ربنا لينا، هو يعني ربنا اللي اختاره لينا. تمام. وهناك عوار في تكوين الشعب، وليس في الحكومة ولا الرئاسة. وعلشان الرئيس يغير كينونة الشعب اللي فيه عوار ده، فهو بيعمل مشروع كبير اسمه الأكاديمية العسكرية. وبيقول لك مفيش حد هيمر ويخش السياسة أو يخش مؤسسات الدولة، أيا كان من موظفين، من مدرسين، من أطباء، من مهندسين، اللي هم الجماعة اللي هم بيخشوا مؤسسات الدولة، دون المرور على الأكاديمية العسكرية. تخش الأكاديمية العسكرية، يتظبط، يشيلوا منك العوار اللي فيك ده، يخلوك بني آدم، علشان تبقى إيه، تعرف تطلع أجيال وتعرف تبقى قدوة للناس اللي بعد كده. وفي حاجة تانية الرئيس السيسي دايما يا جماعة بيقولها، أنا عن نفسي مستغربها، يعني اللي دايما على لسانه في كل خطاباته كلمة الثورة. احنا يا جماعة مش عايزين ثورة. احنا خلاص، احنا اكتفينا ثورات من بعد اللي حصل لنا في ثورة يناير، 25 يناير. لأن الثورات دي يا جماعة ما بتجيبش ناس أحسن من اللي كانوا قبل كده. من الآخر يعني. احنا كانت ثورتنا ناجحة لحد ما راكبوا عليها الإخوان يوم 28. خلاص ما عادتش ثورة، بقت زي التورتة اللي كل واحد عاوز ياخد منها حتة، للأسف الشديد يعني. ويا ريتنا كنا سمعنا كلام الرئيس حسني مبارك الله يرحمه لما طلع بخطابه اللي هو قبل خطاب التنحي، وكانت فعلا الناس مشت لما طلع علينا ادونا 6 شهور ونعمل إصلاحات اقتصادية ونظبط الدنيا ويقضي على الفساد والكلام ده كله. كنا مشينا فعلا من ميدان التحرير، لولا حدوث طبعا انتوا كلكم عارفين موقعة الجمل اللي بهدلت الدنيا تاني وخلت الناس ترجع تاني، وكانت بفعل فاعل يعني. فهنا تكرار كلمة الثورة على لسانه تدينا انطباع خوفه من الثورة، مع ان مفيش ثورة ولا غيره. في حاجة تانية يا جماعة، الرئيس السيسي دايما بيعول على ترامب. طب ليه بتعول على ترامب؟ ترامب اصلا عنده مشاكل. ترامب بالنسبة لامريكا يا جماعة ديكتاتور. يعني سيادة الرئيس ما تيجي عول على حد كويس، حد يكون مش ديكتاتور. شعبه 7 مليون مواطن أمريكي في الشوارع دلوقتي بيتظاهروا ضد ترامب، ومسميينه الكينج، نو كينجز، تحت شعارات النو كينجز. يعني هو بيعتبر نفسه مالك على أمريكا،
وحامي الحمى، وهو اللي فاهم كل حاجة، وهو إله ربنا في الأرض يعني. فطبعا الشعب الأمريكي مش واخد على الكلام ده يعني. الشعب الأمريكي واخد على الديمقراطية. فهنا ترامب بيدوم درس في الديكتاتورية، بيدوم درس في حب النفس، إن هو راجل طبعا كلنا عارفين إن هو متغطرس ومريض وراجل نرجسي. فالشعب الأمريكي مش واخد على الكلام ده خالص يعني. فيا ريت سيادة الرئيس ما تعولش على ترامب، إن ترامب ده ليس شخصية اللي أنت حضرتك تعول عليه، بدليل اللي بيحصل دلوقتي في غزة ونقده للعهود، وحتى اتفاقية السلام اللي حصلت في شرم الشيخ. هو أول واحد يا جماعة، ترامب ده قلبا وقالبا مع اليهود ومع إسرائيل يعني. فأنا نفسي ما نعولش على ترامب وأشكاله. سياسة التوسع في الاقتراض، سياسة التوسع في الاقتراض سيادة الرئيس ليست مشكلة المواطن. طبعا الرئيس السيسي طلع، كان الشعب كله مستنيه، وكنا احنا بقى اللي معودين على الرئيس السيسي اللي هو يطلع يفهمنا موضوع زيادة المحروقات ديت والأسعار، وبناء عليها هتزيد الأسعار كلها. واحنا الشعب المصري يعني له ما عليه، له ما له وعليه ما عليه. فطلع الرئيس السيسي قال لنا الدعم الجنيه اللي هو بيدعمه للوقود ده بيدفعوش جنيه، ده بيدفعوا جنيه زائد جنيه، اللي هو لأن هو مدعم باقتراض، والاقتراض ده عليه فوائد. فالرئيس السيسي بيحمل الشعب فوائد الاقتراض اللي الحكومة بتقترضها. تمام. لأن يا جماعة الاقتراض ده واللي بيحصل من سياسات الحكومة، سياسات حكومة مدبولي، الشعب بيستفيدش منه بشيء. اللي بيستفيد منه الرأسمالية العسكرية والناس اللي هم رجال الأعمال الكبار، هم اللي بيستفيدوا، إنما بقية الشعب ما بيستفيدش من القروض ولا بيستفيد من التعويمات اللي بتحصل في البلد يعني. بما إن رئيسنا رئيس السيسي، إحنا عايزين هدوء في البلد يا جماعة، وعايزين البلد تستقر، وإحنا معاك قلبا وقالبا، لكن في فعلا إصلاحات اقتصادية حقيقية. بما إن حضرتك دايما بتتكلم بلسان الدين، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو فعلا اختارك لنا، وربنا بيعملش حاجة وحشة يا جماعة، لكن لابد أن يكون هناك أخذ بالأسباب برضو. مش معنى إن ربنا اختارك لنا يا سيادة الرئيس كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يعني كلنا بنغلط، لازم نصلح يعني، اللي يغلط يصلح من أخطائه. احنا بشر، وربنا سبحانه وتعالى ما اداش كل واحد الحكمة المطلقة. يعني احنا فينا المهندس، فينا الدكتور، فينا المدرس، فينا الغفير، فينا وظائف كل خلق لما، كل ميسر لما خلق له. مفيش واحد في الدنيا كلها ربنا عطيه الحكمة المطلقة. لذلك الأنظمة في الدول والمؤسسات تنقسم إلى وزارات. الوزارات دي فيها مؤسسات. الدولة نفسها بتنقسم إلى مؤسسات ديت فيها مستشارين وخبراء اقتصاد، وكل واحد بيبقى شاطر في حتته. فعشان كده بتقوم وتنهض الدولة وتنمو الدول بكل واحد في تخصصه، وكل واحد يعني ما ينفعش أنا كراجل مهندس أجي أحاسب حضرتك كدكتور على مثلا حاجة أنا عملتها غلط مش بتاعتك. تمام، لا، أنا أشتغل على نفسي حتى لو غلطت، اشتغل على نفسي لحد ما اصحح هذا الخطأ. هي دي بس الفكرة اللي انا عايز اقولها يعني، ويا رب تكونوا وصلت لحضراتكم يعني. فبما ان الرئيس السيسي بيتكلم بالدين يا جماعة وبيستدعي هنا ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختاره لنا، تمام. احنا ما باليد حيلة، احنا اللي ربنا بيعمله احنا موافقين عليه، واكيد خير يعني. لكن بما ان الكلام ده موجود، فيا ريت الحكومة برضو تاخد بالسنة النبوية، زي ما ربنا أمرنا سبحانه وتعالى برضو
لان يا جماعه القران والسنه النبويه ما سابوش حاجه ما اتكلموش فيها، حاجه حتى الاقتصاد. واحنا مما لا يدعو للشك احنا في ازمه اقتصاديه، وازمه اقتصاديه كبيره. فاحنا عشان نحلها التكلم في الامور الماديه مش كفايه، لان الاقتصاد بيخش فيه امور ماديه وامور معنويه. تمام، اديكم مثلا مثل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بياخد بالاسباب، كان بياخد بالاسباب الماديه. تمام، وكان بيتكلم في الامور المعنويه ويلفت النظر الى اهميتها. احنا الامور المعنويه دي جايز احنا حضرتنا او احنا كناس كبشر مش شايفينها، لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمها علم اليقين بالوحي. لان احنا زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى بينزل الوحي، ما كانش بيتكلم عن الهوى. على سبيل المثال مثلا موضوع المرض. موضوع المرض مثلا، انت كراجل تعبان بتروح الدكتور، الامور الدكتور بياخد بالاسباب، والاسباب دي بتخليه يديك ادويه اللي هي بيشخص اللي عندك الاول تشخيص صحيح. بعد ما يشخص المرض اللي عندك تشخيص صحيح، ده لو هو دكتور شاطر بيديك الدواء الصحيح. ده اسمه الجانب المادي. في جانب بقى، جانب تاني معنوي. في المثال للمرض ده اللي بقول لحضراتكم عليه، الجانب المعنوي اللي هو ايه الرسول ابلغنا بيه، اللي هو الادعيه مثلا، اللي انت تدعي لنفسك اللي ربنا يشفيك. في مثلا الرسول ادانا مثلا حاجات تعملها زي الحجامه، زي حبه البركه، زي حاجات كتيره، الحبه السوداء، حاجات كتيره من الحاجات اللي هي المعنويه، اللي فعلا ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لك فيها وايه، وان شاء الله بتبقى هي من اسباب الرئيسيه في شفائك. فهنا احنا كمسلمين يا جماعه عندنا عقيده، عقيده ان هذا الدعاء يحقق النتيجه التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ داووا مرضاكم بالصدقه. الحاجات ديت ما ينفعش ان احنا نهملها او ما ناخدش بيها في الاقتصاد، بما ان احنا بنتكلم في امور الدين، ودخلنا الدين واختيار ربنا في السياسة. الصدقة مثلا، تمام، الصدقة برضو امور معنوية تحقق الشفاء. كل ده بدلائل من القرآن ومن السنة. انا هنا اديتكم المرض يا جماعة كمثال. نرجع تاني لموضوعنا. احنا كمسلمين يا جماعة زي ما قلت لكم عندنا عقيدة، المفروض نرجع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه الشفاء وفيه الخروج من الأزمات الاقتصادية. ولازم الكلام ده تعرفوا حكوماتنا ويعرفوا خبرانا الاقتصاديين. بما إننا في أزمة اقتصادية الآن، يا ترى الأول كان ناخد إيه أسبابها؟ علماء الاقتصاد ليهم في الموضوع ده كلام يحترم. زي إيه مثلا؟ سوء إدارة، زي اقتراض، زي قلة إنتاج، كل ده كلام مقبول. أو أسباب الحروب مثلا، اضطرابات سياسية مثلا، عدم الشورى مثلا. كل دي زي ما قلت لكم امور ماديه تحترم، امور كلها آه، بتؤدي الى ايه؟ ازمات اقتصاديه. طيب، الرسول بقى والسنه النبويه، والرسول صلى الله عليه وسلم والسنه النبويه خدوا الموضوع الازمه الاقتصاديه دي ازاي؟ الرسول زي ما قلنا لم يكن يهمل الجانب المعنوي، ولازم كان دائما يلفت الانظار الى الامور المعنويه. زي ايه مثلا؟ هناك حديث نبوي يكشف مثل هذه الأمور. حديث مهم جدا يا جماعة. روى ابن ماجه والحاكم والطبراني وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان والداني،
والداني في الفتن، كلهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هيقول أمور يا جماعة ملهاش علاقة بالأزمات الاقتصادية، لكن العقاب بتاعها بيؤدي إلى أزمات اقتصادية. فاحنا لازم نحط دي في اعتبارنا، إن احنا مسلمين، وما دام احنا عندنا عقيدة إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعمل كل شيء، وهو اللي بيجيب لنا كل الخير، وهو اللي بيولي فينا السلطان الحاكم اللي هو قادر على نمو الأمة. فاحنا لازم نحط في اعتبارنا الحاجات السنة النبوية ديت والحاجات الربانية دي. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول لنا 5 حاجات لما يبقوا فينا هيؤدوا إلى أزمات اقتصادية مش هتروح ولا تمحو من غير ما نقضي على ال5 حاجات دول. تمام. الحديث بيقول ايه؟ يا معشر المهاجرين. وهنا كان اللي كانوا قاعدين في القعدة كانوا المهاجرين. الرسول بيخاطبهم. 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. من شدة وهل ال5 حاجات. أول حاجة: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. تمام. يعني أول حاجة الفاحشة لما تظهر في قوم، وما أكثرها الآن، طبعا انتوا كلكم عارفين الفاحشة وأنواع الفواحش، بيظهر ربنا سبحانه وتعالى بيملك فينا الطاعون والأوجاع، والحاجات دي ما كانتش موجودة في الأسلافنا اللي قبل كده. ده أول شيء بيؤدي، والحاجات دي بتؤدي إلى أزمات اقتصادية. تاني حاجة: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. الناس اللي بتلعب في المكيال وفي الميزان وما أكثرهم برضو اللي بيعمل كده، ربنا سبحانه وتعالى بيسلط عليهم عدم المطر والجفاف وشدة المؤونة، غلو الأسعار وصعوبة المعيشة، وجور السلطان عليهم. ربنا بيعوتهم برضو بسلطان جائر يجي عليهم ما يحسش بيهم. كل ده بسبب اللعب في المكيال. عشان كده بقول لكم الرئيس السيسي كلامه مظبوط، احنا العوار فينا احنا. دي تاني حاجة. تالت حاجة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. زكاة المال اللي احنا بنعملهاش أصلا احنا كشعب بقى، مالكش دعوة بالحكومة ولا بالسياسة ولا بالرئاسة ولا بالكلام ده خالص. لذلك أنا بدأت لكم بالآية الكريمة. فأنتوا بتطلعوش زكاة مالكم مظبوط. عارفين لو كل واحد في مصر طلع زكاة ماله مظبوط مش هيبقى فيه فقير في مصر. فذلك بيؤدي إلى غضب من الله علينا ويؤدي إلى أزمات اقتصادية. رابع حاجة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. طبعا ديت واضحة، اللي هو بينقض عهد الله. الكلام ده للجماعة برضو المسؤولين عننا، والجماعة الشيوخ وبتوع الأزهر، والجماعة الحكومات اللي بينقضوا عهد الله وبيطلعوا يسقفوا، والكلام بيبقى كله غلط في غلط. دولت ناقضين لعهد الله. ما فيهم الشعب برضو، الشعب بينقض عهد الله مع بعضه، وتلاقي الناس ما بيقولوش الحق، وتلاقي الناس كثرت المشاكل وشهادة الزور، وكثرت البجاحة في الشوارع وقلة الأدب، وكل ده بينقضوا عهد الله. خامس حاجة وآخر حاجة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه في سنته. احنا هنا يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعونا ان احنا نحكم بكتاب الله. الأئمة
أئمة تفسير القرآن، أئمة الأزهر الشريف، أئمة لابد من الرئاسة أن تستدعي وتأخذ بشورة هؤلاء الأئمة. الرسول قال كده: إلا جعل الله بأسهم بينهم. فأنا حبيت بس أجيب الحديث ده، لأن رئيسنا رئيس السيسي اتكلم في كل أحاديثه بيحاول يوصل لنا اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختاره لنا. ودايما بيقول ان انتوا احنا كشعب احنا فعلا فينا عوار. فانا فعلا باكد لحضرة الرئيس ان احنا فعلا فينا عوار من خلال الحديث النبوي الشريف ده. لذلك انا بكتب الايه الكريمه: لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا فعلا يا جماعه الغلط فينا احنا. اخر حاجه هتكلم فيها: الرئيس السيسي بيدعو ان احنا نتبرع لاهالي غزه. كان باب اولى ان احنا نتبرع بمستشفيات الى مستشفيات مصر. سنة 22 يا جماعة مستشفى 57 اللي هي مسؤولة عن علاج مرضى سرطان الأطفال كان هتقفل بسبب عدم التبرعات ونقص في الأموال. من باب أولى يا جماعة نتبرع للمستشفيات المصرية، من باب أولى نتبرع لجيراننا، من باب أولى الأقربون. بالأخص اللي التبرعات دي لبناء غزة وليست للأكل والشرب أو المؤن لأهالينا في غزة. طبعا الكلام ده مش تقليل، أو إحنا أو أنا مش بطلب إن إحنا نقصر مع أهالينا في غزة، لأ. لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا اللي قال كده: أقربونا أولى. ومصر فيها كتير محتاج، ومستشفيات مصر هم نفسهم بيجوا على الأقل نعرف نعالجهم هم وغيرهم. زائد برضو احنا عندنا 13 مليون لاجئ، دول بيتعالجوا وبياكلوا ويشربوا عندنا في مصر. الناس ديت سيادة الرئيس ما يتبرعوا لأهل غزة، ما هم عايشين هنا، احنا بنحاسب على فاتورتهم. تمام. وهم من ضمن الأسباب اللي عملوا الأزمة الاقتصادية ديت اللاجئين الكتيرة اللي مصر فتحت لهم الأبواب يعني. انما شعب مصر وخلي بالكم الايام الجايه دي هتلاقوا فعلا في ناس بتتبرع كتير، وهتسمعوا ارقام خزعبليه، بس مش شعب مصر، من الطبقه اللي انتوا عارفينها، اللي هم الفنانين والفنانات والناس اللي هم الاعلاميين، اللي هم مصلحتهم في مصلحه الكلام اللي بيتقال ده. ان حضراتكم فاكرين برضو ان الشعب المصري برضو شعب معلش اعذروني، فعلا شعب بعيد عن ربنا، وشعب بيهموش غير نفسه فعلا، وشعب بتحس اللي هو اهبل. انتوا فاكرين ايام قناة السويس الجديدة برضو؟ لان الحاجات التريكات دي رئيس السيسي بتاعنا رئيس ذكي يا جماعة، بيعرف الدنيا فيها ايه بالنسبة للشعب في الوقت مثلا اللي الشعب كان مستني مثلا اللي هو يلغي قرار زيادة المحروقات او يقللها. هو طلع قال لنا هو مفيش حل غير كده، واحنا متقبلين الكلام ده. بس في نفس الوقت من ذكائه ولفعل اختيار ربنا لنا عشان احنا نستحقه، قال لك تبرعوا، حته تبرعوا لاهل غزه ديت عشان يعرف الناس او يديكوا رساله اللي انتوا معاكم فلوس. انتوا فاهميني؟ دي بس التركايه من سبحان الله. ما هو دايما المؤمن فاطن، وهو الراجل ما شاء الله رئيس سيسي بتاعنا فاطن، والله العظيم بكلمكم بجد يعني. فهو ادانا الحته ديت عشان ياكد لنا اللي انتوا بتتكلموا فيه اصلا احنا ما عندناش. انتوا زي الفل ومعاكم فلوس، وطلعوا بس اللي تحت البلاطه، زي ما حصل كده ايام حفر قناه السويس الجديده يعني، وجمعوا 65 مليار في اسبوع. فانت هتلاقي الارقام ديت برضو خلال الايام الجايه دي. بس انا بقول لكم دي مش من الشعب المصري المره دي، لان الشعب المصري دلوقتي انا متاكد اللي هو على الحديده يعني. فربنا يكون في عون مصر وأهل مصر، وينصر مصر إن شاء الله، ودايما نكون في خير يا رب الأيام اللي جاية ديت. و... وإن شاء الله ربنا ينصرنا ومصر دايما في خير، وتحيا مصر والله المستعان.